بعد ما عادت أجواء حركة الشباب ديالنا للشكل العادي ديالها، واللي هو السلمية، وتم اعتقال البلطجية اللي كانوا استغلوا خروج الشباب ديالنا للمطالبة بحقوق مشروعة بحال التعليم والصحة جيدين للجميع، مع ضرورة إقالة أو استقالة هذه الحكومة. خرجوا لينا زليجية تاني بشي أفكار حتى الحمير، مع احترامي للحمير، ما يفكروش فيها وما غيتيقوهاش، بحال أن جهات خارجية هي اللي كتدعم هذا الحراك وكتحرك الشباب ديالنا من أجل الخروج للشارع والتخريب. غير باش نتفاهموا، جهات خارجية معادية لهذا الوطن الحبيب هي المسؤول الأول والأخير على تدهور المؤشر الاجتماعي العام للمواطن. الجهات الخارجية هي المسؤول على الحالة الكارثية للمستشفيات، وللأسف اللي ولات مجرد باب مباشر نحو المقبرة، وكمثال مستشفى الحسن الثاني بأكادير، خاصة جناح الولادة. الجهات الخارجية هي المسؤول المباشر على تدني مستوى التعليم بالبلاد ديالنا، ونسب الهدر المدرسي والأمية، وحتى الشباب الحاصل على شواهد دون توجيه كتهضر على راسها. الجهات الخارجية هي المسؤول المباشر للسكان اللي ما لقوش الماء ما يشربوا، كانوا خارجين في مظاهرات وجايين على رجليهم الأقرب عمالة لهم باش يلقاو لهم شي حل. الجهات الخارجية هي المسؤول على غياب الطرقات والمسالك بالعالم القروي، لدرجة وللأسف الشديد ولينا كنشوفوا المواطنين كيتعاونوا فيما بينهم باش يصاوبوا شي مسلك لعل وعسى يسلكوا معاه. الجهات الخارجية هي المسؤول على المبيت ديال سكان الحوز في الخلاء، في الشتاء، في البرد، في الصيف، بعد ما رابوا لهم الديور بسبب الزلزال، ومازال كيتسناو نوبتهم في دار تبنى لهم من صندوق إعانة سكان الحوز. الجهات الخارجية هي المسؤول على نسب البطالة المرتفعة في البلاد وتدني الأجور مع غلاء المعيشة والسكن، وهذا الشيء انعكس على تراجع نسب الزواج وحتى معدل الخصوبة. الجهات الخارجية هي المسؤول على نهب كل دعم كيكون موجه للمواطن البسيط. الجهات الخارجية هي اللي كتنخر جيوب المواطنين بكثرة الضرائب. الحاصل كيبان ليا واقيلا حنا هما الجهات الخارجية، ولا هاد الناس اللي كيطالب الشعب بالإقالة ديالهم راهم هما الجهات الخارجية الحقيقية، واللي هي السبب في كل ما وصلنا ليه من تراجع للوراء، وهما سبب خروج الشباب للشارع، وهما سبب التخريب اللي وقع. حيت لو انه كانت عندنا منظومه تعليميه صحيه وسليمه وماشي تكليخيه، كنا ما غاديش نشوفوا تخريب، وحتى الا خرجوا الشباب يهضروا ما غاديش نشوفوا داكشي اللي طرا للاسف الشديد. اما سياسه البحث على شي شماعه تلصقوا عليها الفشل ديالكم من بعد ما حطيت ولاد الشعب اللي خارجين كيدافعوا على الحقوق ديالهم في مواجهه بعضهم البعض مع ولاد الشعب الاخرين اللي خدامين في القوات العموميه، راه ما واكلاش. وحتى اننا نلصقوا في جهات خارجيه راه هو ما واكلاش. واي مغربي كيف ما كان داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، سواء كبير ولا صغير في السن، غتسول على الوضع غادي يقول لك المغرب هو الدار ديالنا كاملين، والملك بمثابه الاب ديالنا، وما تبقى شناقه وفراقشيه خاصهم يحيدوا بشكل سلمي. وفي الختام، اللهم احفظ هذا البلد من الفتن ما خفي منها وما ظهر، والله يبين العلامه في كل واحد بغى الشر لهذه البلاد الشريفه ملكا وشعبا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.